يقول بأن الشرطة لديها على المدرجات. أوه 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 جول لفرسان المملكة، لفرسان المملكة. سجاد جبار يسجل أول أهداف المباراة. جول لنفط ميسان. هذا الحضور الممتاز يظهر لنا. سدد على يمين حارس المرمى. هذه التسديدة. يوه 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 الله 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 على نفط ميسان، الله على فرسان المملكة يتقدمون بأول أهداف المباراة في الدقيقة 20. يظهر لنا الكابتن سجاد جبار للشرطة. تمرير الكرة، هذه فرصة. جول. الله جول. هدف التعادل للشرطة الآن. للقيثارة قبل الخروج من الشوط الأول. الشرطة يعدل ويعود. الله على المرور، الله على التمرير، وبعد ذلك سجاد جاسم اللي ما كذب خبر، ولكن يوه على المرور الممتاز من قبل حسين علي. مرر الكرة، قدم الكرة على طبق من ذهب لسجاد، وسجاد اللي ما كذب خبر، وبالتالي يظهر لنا سجاد. وسجل نفط ميسان. ستزداد الأمور صعوبة على الشرطة. هي المباراة صعبة، اليوم المباراة. هنا مناف يترك المباراة بداعي الطرد. مناف يونس مدافع الشرطة، وديمي داوودة على التنفيذ الآن. داوودة حكم المباراة يعيد اللاعبين على الخط، وديمي داوودة يناظر المرمى. وين سيضع الكرة؟ وربما سيكون تصدي من أحمد باسل. ديمي داوودة يتقدم. الله بأقدام سنغالية وفرحة ميسانية، بأقدام سنغالية. الله يا ديمي، الله يا داوودة، الله حط الكرة في الزاوية. السنغالي يتقدم بهدف ثاني لفرسان المملكة. هدفين لمصلحة الشرطة. عبد المجيد عودة مرة أخرى. محمود المواس بتمريرة لميمي. الله إنه العازف الذي لا يتوقف، إنه العازف الذي لا يغيب. عازف أنغام الشرطة، عازف أنغام القيثارة. ميمي مهند علي يظهر لنا ويسجل هدف التعادل الآن. جول ثاني للشرطة، هدف ثاني للشرطة من الكابتن، من العازف، من الهداف، يصل ل9 أهدافه. الله على ميمي، الله على مهند علي عندما يظهر. محاولة مستمرة تبقى لمصلحة الشرطة عالية. إبعاد ثالث. الله ثالث. جول ثالث للشرطة. ظهر المواس، ظهر محمود العقيد. ثالث للشرطة، هدف ثالث للشرطة
من خلال الكرة الماضية. المدافع والحارس وخطأ مشترك من خلال اللقطة الماضية. خروج غير موفق لحارس المرمى، وبمجرد انه وضع راسه فيها محمود المواس ليتقدم الشرطة بالهدف الثالث. ثلاثية للشرطة الآن مقابل هدفين لنفط ميسان والشرطة، وهو ناقص العدد يتقدم، ومحمود المواس 5 أهدافه من خلال هذا الموسم. مباراة ب5 أهداف لغاية الآن. الله على المباراة، مباراة مجنونة في كل أحداثها. وبالتالي هنا يحتسب حكم المباراة ثالث ركلة جزاء من خلال هذا اللقاء. نفط ميسان سجل ركلة جزاء عن طريق ديمي داوودة، مهند علي ضيع، ولكن الآن هذه الثالثة لمن ستكون؟ علاء حالة طرد ثانية في المباراة على لاعبي نادي الشرطة. ركلة جزاء الآن علاء سعد أحد البدلاء بمواجهة أحمد باسل. هذا ينتظر وذاك لا يريد أن يشاهد، وذلك يغمض عينيه، وبالتالي ننتظر. علاء يتقدم. الله، جول ثالث، هدف ثالث. عدل النتيجة على سعد في مباراة كبيرة، في لقاء مثير وكبير. 3-3 سجل علاء سعد، حط الكرة في المرمى. هذه الإعادة. يوه هدف ثالث، وبالتالي الكرة كانت صعبة. يسجل الثالث الآن.